نوكيا كانت في يوم من الأيام كانت رقم واحد في عالم الموبايلات، بس بسبب قرارات غلط وتأخر في التطوير خسرت مكانها. تعالوا نشوف ازاي ده حصل. فاكرين لما كانت نوكيا هي ملكة الموبايلات؟ كل واحد تقريبا كان عنده موبايل من نوكيا من ايام 3310 لحد ان 95. نوكيا كانت رمز القوة في عالم التكنولوجيا. بس الدنيا اتغيرت مع تطور التكنولوجيا وظهور شاشات اللمس والانترنت السريع. بدأت ثورة جديدة في عالم الموبايلات. السمارت فونز دخلوا ايفون واندرويد بقوة وغيروا اللعبة كلها. نوكيا وقتها كانت شايفة انها لسه في القمة وركزت على الهاردوير على شكل الجهاز وقوته، بس للأسف تجاهلت السوفت وير وما اخدتش في بالها ان المستخدمين بقوا بيدوروا على تجربة استخدام، على التطبيقات، على النظام الذكي. فضلت نوكيا متمسكة بنظامها القديم السيمبيان وما دخلتش في السباق الحقيقي غير بعد فوات الاوان. ولما حاولت تعوض التأخير كان السوق اتقسم بين ابل وسيطرة الايفون والاندرويد في كل مكان. وفي سنة 2013 نوكيا باعت قسم الموبايلات لمايكروسوفت، لحظة حزينة لكل اللي كان بيحبها، وبكده انتهت اسطورة كانت مسيطرة على العالم. اللي حصل مع نوكيا علمنا ان النجاح لوحده ما يكفيش، لازم تواكب التغيير وتطور من نفسك، علشان في عالم التكنولوجيا اللي ما يطورش من نفسه بيختفي.